السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة القرص الطرية الفلاحي بطريقة مميزة وحلوة جدا. هقولك على كل التفاصيل والتكات اللي هتخليكي تاكلي أحلى قرص فلاحي طرية طعمها خطير جدا. شايفين الحشوة في قلبها في منتهى الجمال. بس قبل ما أبدأ ما تنسيش تشجعيني يا ست الكل وتحطي اللايك علشان هو اللي بيرفع معايا الفيديو، وتشتركي معايا في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، فضلا وليس أمرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. لعمل القرص هحتاج كوبايتين زبادي، كوباية قشطة، كوباية سمنة. ممكن تستبدليها بنص كوباية زبدة على نص كوباية زيت، ربع كوباية حليب دافي، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار سكر، ونص كوباية سمسم، وكيلو دقيق. هسيب لكم المقادير إن شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. اول حاجة هخلط كل المكونات الجافة مع بعض، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح والسمسم، وهقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم على جنب. وفي ربع كوباية الحليب هضيف عليها الخميرة والسكر وهقلبهم وهسيبهم لمدة 10 دقايق علشان اختبر اذا كانت الخميرة شغالة ولا لا. في بولة هضيف الزبادي والقشطة والسمنة وهضربهم مع بعض كويس جدا، سواء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. وهضيف خليط الخميرة والسكر وهستمر في الخفق لحد لما تندمج كل المكونات مع بعض. وهضيف في الآخر الدقيق اللي أنا كنت ضايفة عليه الملح والبيكنج باودر والسمسم، وهبدأ أعجن بإيدي لحد لما تلم العجينة. القرص مش بتحتاج عجن كتير، هعجنها بس لحد لما تديني عجينة متماسكة وناعمة. العجينة طرية وجميلة جدا ما شاء الله. هغطيها وهسيبها ترتاح على جنب لمدة نص ساعة. وانا هحشي القرص بالتمر. معايا هنا تمر، هضيف عليه معلقة كبيرة سمنة. السمنة بتخلي العجوة طرية وتقدري تتحكمي فيها بسهولة. وهشكلها لأقراص صغيرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد ما سبت العجينة ترتاح لمدة نص ساعة هشكلها بعد كده لكور صغيرة.
وهاخد اول واحدة كورتها وهفردها وهخلي فيها سمك من النص شوية والاطراف رقيقة، وهحط الحشوة في النص واقفل عليها بالشكل ده. بحاول اخلي العجوة متوزعة كويس جدا في القرصة، ونقفل على الحشوة كويس جدا علشان ما تبانش من العجينة وتتحرق مننا. وهضغط عليها كده بالراحة، اخليها بسمك نص سنتي تقريبا، وبرصها في الصينية، ونخلي مسافة بين كل واحدة والتانية علشان لسه بيتضاعف حجمها. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك معايا في القناة فضلا وليس أمرا، علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. وهسيبها تخمر كمان لمدة نص ساعة، وهعمل لها فتحات بالشكل ده، وهتدخل فرن ساخن على حرارة 200. أول ما تاخد لون من تحت هقفل من تحت واشغل الشواية تاخد لون بسيط من فوق. ولو عايزة تدهني وشها بشوية لبن عليهم كيس فانيليا ومعلقة صغيرة سكر براحتك. اللبن هيدي لون حلو قوي للقرص. شايفين العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي؟ كل ما تسيبيها تستريح اكتر كل ما تتفرد معاكي حلو قوي. واول ما القرص بتخرج من الفرن ببخها بالمية وبغطيها بفوطة علشان تحافظ على طراوتها. الله الله على الجمال، شايفين قد ايه جميلة ولونها مظبوط، التسوية بتاعتها فوق الممتاز، وريحتها روعة، خفيفة وهشة، والعجوة متوزعة في كل القرصة، روعة بجد. وريحة القشطة خطيرة ما شاء الله. أحلى وأطعم وأطرى قرص ممكن تعملوها، مفيش مقارنة بينها وبين بتاعة الإفران إطلاقا. وبكده يكون الفيديو انتهى، بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش بالله عليكم يا أحلى إخوات في الدنيا تحطوا اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.